الا حرتي وما عرفتي شنو توجدي كاسكروط ولا العشاء، اجي نوجدو هذا الخير. واحد البول كنديرو كاس تاع الماء دافي، كنديرو معاه واحد معلقه ديال سنيده ومعلقه صغيره ديال خميره د الخبز. المهم كما كنقول لكم ديما الخميره على حسب الجو. كنزيدو معاه واحد شويه ديال الطحين وكنضربوهم، كنخليوها كنشوفوا الخميره ديالنا. المهم اهم حاجه نشوفوا الخميره ديالنا واش راها مزيانه. كنغطيوها وكنحطوها على جنب واحد غير شويه وكنعريو عليها. يعني نتوما كتشوفوا دار دوك الفقاعات، يعني راه الخميره ديالنا راها مزيانه. كنزيد واحد ساشي ديال خميره حمراء وشويه ديال الزيت وقبيصه ديال الملحه. تقطعت ليا من الفيديو ما رديتش ليها البال. قبيصه ديال الملح. كنبقاو كنزيدوا البنات الطحين وكنضربوا. المهم في هذه المرحله الا كانت عندكم العجان تقدروا تضربوا ديروا العجينه في العجانه. ما كانتش عندكم العجانه هذه المرحله كتضربوا العجينه مزيان شويه باش كنحاولوا ندخلوا ليها الهواء. صافي من بعد كنحيدوا هذاك الضراب وكنبقاو نعجنوا بيدينا. هي كندخلوا الطحين. انتما كتشوفوا راه ما بقيتش مازال كنعجن كندلك. يعني غير ندخل فيها هذاك الطحين وصافي. كان المهم تكون عندنا عجينه رطبه وما تكونش كتلصق في اليد. تكون رطبه يعني ما تكونش كتلتصق معنا في اليد. كنغطيو هذاك العجينه ديالنا وكنحطوها على جنب. كنجيبوا واحد البصله كنقطعوها شرائح، كنديروها في المقله وكنديروا معاها شويه ديال الزيت. كنديروا ليها شويه ديال الزيت الروميه ولا البلديه. كنخلطوهم وكنديروا شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. كنقليوها مزيان حتى كتهبط معنا. كنحيدوها من ديك المقله. نفس الزيت اللي قلينا فيها هذيك البصله كنقليو فيها الفلفله ديالنا حتى هي كنحاولوا نعطيوها وقتها حتى كطيب مزيان، حتى كتقلى وكطيب مزيان. هانتوما تشوفوا في اخر الفيديو كيفاش كتجي. هنا العجينه ديالنا راها خمرات. هانتوما تشوفوها يعني راه رطبه العجينه ديالنا مزيان. كنقسمها على جوج وكل كويره حتى هي كنقسمها على جوج. كندير فيها واحد كويره كبيره وكويره صغيره. يعني كتعطينا 4 ديال الكويرات، جوج كبارين وجوج صغارين. هانتوما تشوفوا معايا راه كنعاونوا بشويه تاع الطحين ديما البنات باش ما كتلصقش لينا فوق سطح العمل. هنايا كنديروا واحد الكاغيط ديال الزبده او لا شي صينيه. المهم اللي غنشوفوا علاش باش الا غانا نهزوها تجينا ساهله. الا غنهزوها نديروها في المقله تجينا ساهله ما غاديش تعذبنا. كنطلقوها بالمدلك مزيان. هانتوما تشوفوها كتكون رقيقه العجينه، ما تكونش غليظه، تكون رقيقه شويه. هنا كندهنوها بشويه تاع الجبن، اي نوع جبن عندكم البنات اولا الفرomage اولا المهم اللي كان عندكم. كنديروا الجبن كندهنوا به ديك الخبيزه. هذيك الحشوه ديالنا ديال البصله والفلفله كنقسموها على جوج. يعني كندير واحد طبقه ديال البصله والفلفله الخبيزه الاولى. وهنايا كندير الطون. المهم التون انا هنايا عندي مصوب في الدار. كنجيبوا الفرomage غابي، المهم فرماج الحمار او لا موتزاريلا او الا كانوا مخلطين، المهم حسب اللي عندك موجود. هاد هنايا في هاد اللحظه كنجيبوا ديك الكويره الصغيره ديال العجينه. كنطلقوها حتى هي فوق واحد الورق الزبده. كنطلقوها حتى هي تكون رقيقه بحال الاخرى. كنديروها انتم كتشوفوا العمليه المهم راها واضحه قدام عينيكم. غنحاولوا نلصقوها مزيان البنات مع بعضياتها باش ما تحلش لينا في المقله. في هذه اللحظه كتكون المقله عندنا فوق البوطه كتسخن. كنخليوها تسخن واحد شويه. كنهزوا هذيك العجينه كنقلبوها فيها العافيه تكون مهيله البنات. كنديروها على عافيه مهيله باش ما تخطفها حيت فيها الزيت وفيها السكر ممكن دغيا تحرق. يعني كنديروا لها العافيه تكون مهيله. هنايا عندي العجينه الاخرى حتى هي درتها بنفس الطريقه، غير هذه زدت فيها الفريت. كان عندي الفريت وقطعته وزدته معاه في الداخل. يعني الحشوه نتوما تقدروا تعمروا باش ما بغيتوا.
ها نتوما فاش قلبتها في المقله. وهنايا ها هي قطعتها، هانتوما تشوفوها كيفاش راه ما كتجيش معجنه، ما كتجيش، والعجينه ديالها كتجي رائعه. هانتوما كتشوفوها البنات قدام عينيكم.